حكم غيابي بسجن لضحى العريبي، فضيحة غسيل أموال ومجموعات غامضة تدعمها في تطور مثير. حكم على ضحى العريبي صانعة المحتوى التونسية الشهيرة بالسجن لمدة 2 بتهمة التورط في عمليات غسيل أموال وتجميد أصولها البنكية. توقيفها في مطار تونس قرطاج فجر قنبلة قانونية، حيث تبين أن هناك مجموعات غامضة كانت تدعمها مالياً في الخفاء، مما أثار شكوكاً حول مصادر دخلها وأبعاد القضايا التي تواجهها. ظهرت ضحى في بث مباشر بعد انتشار الفضيحة، حيث كشفت عن معاناتها النفسية والضغوط التي عاشتها، وصرحت بأنها لم تكن على دراية بتورطها في تلك الأنشطة المالية المشبوهة. في خضم هذه الأزمة، أعلنت اعتزالها المفاجئ من عالم المحتوى الرقمي، في خطوة صدمت جمهورها المتابع بشغف لكل جديد في حياتها. الجمهور انقسم بشدة بين متعاطف معها وبين ناقد يشكك في صدق روايتها، خاصة مع الأحاديث